ازاي تشوف فلوسك بتروح فين كل شهر؟ واخر حاجه مهمه لانها هتقول لك تزود دخلك ازاي. انا عملت شيت اكسل عشان اعرف الفلوس بتروح فين، وهبقى اسيب لك اللينك اللي تقدر تنزل منه شيت الاكسل ده. قسمت الشيت لجزئين، الجزء الاول الايرادات بتاعتي، يعني المبلغ اللي بيدخل لي كل شهر، مرتب كام، حوافز، مكافآت. الجزء الثاني المصروفات بتاعتي، وقسمتها بند بند. بند بقى مصاريف المدارس، بند الاقساط زي قسط العربيه وقسط الشقه وقسط الجمعيه، وكمان بند المرافق، كهرباء، ميه، غاز، تليفون، مصاريف العربيه او المواصلات، وفواتير باقه الموبايل، ومشتريات البيت اللي هي الاكل بتاع الشهر. واعمل حساب خروج على الاقل كل شهر في البند ده. لاحظت ان في شهرين كده يا دوب الفلوس على قد، وتلاقي شهر يعجز معايا جامد. قلت اشوف من الشيت ايه اللي بيحصل. اكتشفت الخانه الخاصه بالاجمالي السنوي بتاعي هتطلع بالسالب في الاخر، يبقى انا محتاج استلف مبلغ محترم. وده طلع بسبب المصاريف اللي بتدفع كل ربع سنه، زي قسط المدارس وفاتوره التليفون الارضي مثلا. كان الحل الافضل قدامي اني اجدد الجمعيه، وبصراحه ماني فيلوز ساعدتني في ده علشان اقدر اسدد الفلوس اللي عليا، وكمان اضمن سفريه كل سنه ما تروحش عليا. وكده كده انا اصلا كنت بدفع قسط الجمعيه، يعني لما هتتجدد مش هتفرق كتير في الالتزامات اللي عليا. قول لي في الكومنتس، انت بتنظم مصاريفك الشهريه بابلكيشنز تنظيم المصاريف، ولا اكسل، ولا بتكتب نوتس على الموبايل، ولا بقى المدرسه القديمه بالورقه والقلم؟